هاجم النجم السعودي السابق محمد نور اللاعب الجزائري رياض محرز، مشككا في تأثيره داخل الدوري السعودي رغم تألقه في دوري أبطال آسيا. وصرح محمد نور قائلا: ما الذي يقدمه غير الكرات العرضية؟ مشيرا إلى أن محرز يعتمد كثيرا على الكرات الثابتة والعرضيات دون تأثير حقيقي في مجريات اللعبة. كما انتقد تصرفاته في الملعب، خاصة بعد خروجه غاضبا في الدقيقة 73 من مباراة ضد التعاون، حيث رفض مصافحة زميله البديل. واعتبر نور هذا التصرف غير محترم، وأشاد بقرار المدرب ماتياس ياسل باستبداله. ورغم الانتقادات، يواصل محرز التألق في دوري أبطال آسيا، حيث صنع عدة أهداف في المباريات الأخيرة، لكن أداءه في الدوري السعودي لا يزال دون المستوى المتوقع، ما أثار الجدل بين المحللين والجماهير. تأتي هذه الانتقادات قبل أيام من انطلاق معسكر المنتخب الجزائري، وقد تؤثر على معنويات محرز الذي يعد من ركائز الخضر. وفي الختام، رياض محرز النجم الذي أضاء ملاعب أوروبا يجد نفسه اليوم في قلب عاصفة إعلامية داخل الملاعب السعودية، بين تألق آسيوي وانتقادات محلية، وبين دعم الجماهير الجزائرية وتشكيك المحللين. يبقى السؤال مطروحا: هل يرد محرز على منتقديه فوق أرضية الميدان، أم أن تجربته في الدوري السعودي ستبقى محل جدل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتقدون أن محرز يستحق هذه الانتقادات؟ وهل سيستعيد بريقه في المباريات القادمة؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم آخر الأخبار الرياضية وتحليلاتنا الحصرية.